رشيد وش تسوي؟ تحرق البيت؟ لا. تولع فيهم؟ لا لا لا. لا وش تسوي هذا؟ هذا نشعل هذا عافية نسخن ولما ندوشو. دوش؟ أنا دوشو. كيف يعني؟ خليك معايا تشوف الطريقة، خليك معايا. طيب لا تولع في بيت الناس. لا 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 مش من بيت الناس. ما بتولع فيهم؟ لا 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 نشعلوا نخشوا الخشب يزيد والعافية ويسخن الماء. تعال ندوشو. ندوشو؟ وش ندوشو ذي؟ خلونا نروح نشوف وش ندوش. لا يلا يلا دخلنا نشوف وش يدوش رشيد. يا رشيد ها اللي دوشوا بالانجلي ولا بالفرنسي؟ دوش. دش ندوشوا. شاور استحمام. تقولوا انتم شاور هي بحال قلتي شاور بحال قلتي عندنا شاور بحال قلتي حبس. تفضل زيد. بسم الله خلونا نشوف طريقة الشاور في القرية. بسم الله. رشيد هذا الشاور موجود في كل منزل؟ لا فقط بعض المنازل في القرية. تقريبا غير هنا، غير هذا مكان في هذه القرية. اوه بس هنا عند عم ادريس. عند عم ادريس. يلا لانه يا اخوان اللي بياخذ شاور او ياخذ دش او يستحم بالماء البارد الا او يسخن عن طريق العافية، لكن هنا عنده هذا الابتكار عم ادريس اللي هو عبارة عن هذا الشاور الحار. هذا السخان، هذا هو السخان. شفت السخان اللي في منازلنا اللي هذا مطلق الماء. من هنا يطلق الماء. مطلق الماء يدخل هنا. يدخل هنا يتعبى الماء هنا. هذه ديال الماء تل هنا. هذه ديال العافية في النخش والخشب. هنا مكان ما خشيت الخشب. هنا الخشب، هنا الجمر والسخونية ويسخن هذا هنا والماء وتطلق الماء. شوف البخار. شوف البخار. واو سخون. يطلع الماء الحار يا اخوان بالطريقة هذه. هذا هو السخان هنا في القرية ولا يوجد في كل منزل. هذا المنزل خشبة تجلس هنا تقرب الى القصدير على فور العافية وتطلق الماء وستتدوش وستتحمل. الدخان عشان ما يدخن داخل البيت يطلع للخارج. الماء وهنا العافية العافية اللي هي النار الحطب اللي يدخله. بصراحة يا اخوان اول مرة اشوف السخان بهذا الشكل. اخيرا يا اخوان سخان في القرية. صراحة الايام الماضية كيف كنا نغسل عن طريق الابريق نعبيه مويه حارة بعدين نخلطها مع مويه باردة في سطل زي كذا ونغسل. لكن اليوم باخذ لي احلى شاور في هذا السخان. الصابون، المنشفة والليفة، هذه ملابسي في الخيشة. درج آخر تحط فيه الأغراض. شايفين كيف الدرج مسوي من نفس البناء. على بركة الله يا إخوان بنصعد أعلى الجبل. لازم أغير الآن. أوه جلستي. الله هذا يحميك من البرد؟ هذا يحميني من البرد. بعد الله. هذه من الصوف يا إخوان. درجة حرارة في الليل إلى سالب أتوقع 4 5 6 8 حسب الريح. لكن الآن أنا شفتها في السيارة 2. أدخلت ال10. سالب 10. سننام هنا اليوم في الأعلى؟ إن شاء الله. راح أحاول. إذا صملت أنام هنا، إذا ما قدرت سأخبر رشيد أريد أن أعود. لا تخبى على خربوش. ينام هنا. خربوش قوي ضيق شوية. دابا الجاكيت. ألبس هذا ضد الماء أو هذيك مزيانة. هذا ضد الماء أفضل أو الثاني الآخر بالشعر كثيف. وعلى بركة الله دعواتكم. ثلج مرتفع. شوفوا ارتفاع الثلج. اوه والله 1 كيلو سنصعد. هنا مازال خفيف. زيد طلعت شوف. اخترت هذا المكان يا رشيد؟ لا اختاره الله. وعايشين جدودنا ثامته هنا، والدينا هنا، وكل شيء هنا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. توكلنا على الله. الله يلا. لا اله الا الله. كل يوم تصعد هذا الطريق يا لا اله الا الله. يا اخوان رشيد يطلع الطريق هذا وهو صعب جدا. لا اله الا الله. كل يوم تصعد هذا يا رشيد. توكلنا على الله ولا حول.
لا إله إلا الله. رشيد أنت في قلب الجبال. أنا في الجبال. لا إله إلا الله. يا الله. نحن نسبح هنا. لماذا اخترت هذا المكان الصعب؟ لا أخسره. ها والله. اقترب مني من أجل الصوت. رشيد لماذا اخترت هذا المكان الصعب؟ قد يكون واحد من أصعب الأماكن. لا أنا لا أخسر هذا المكان، لأن هذا المكان أخسره الله، ولأنها يعيش هنا في جدنا والدينا، ونحن نسبح هنا. الله الله، منذ زمن الأجداد. لا إله لا إله إلا الله. أرض الأجداد ماتوا فيها أجداد. رشيد في قلب جبال الأطلس، رحم الله من مات. شوفوا يا أخوان، طبيعة أشبه بالخيال، يعني قرية ريفية، يعني أجواء ريفية طبيعية، حياة طبيعية، حياة بسيطة. وبعدها تصعد هذا الجبل الشاهق. عند خربوش وخربوش. يا الله، أخبرني لماذا هذا اللي يا رشيد؟ هذا اللي هذا الماء. نعم، يستفيد منه الناس في الأسفل. من العوينة، من الماء. من العين. من العين. يشربون مياه صافية. يشربون الماء ويسقيهم الأشجار الأشجار والأنعام. شوي ديال القمح، شوي ديال الشعير، شوي ديال البطاطا، شوي، يا الله يا أخوان. باش يكون عندك ما تأكل في هذه الأوقات. يوجد جهاز في الأعلى؟ أخذوا من أشياء بسيطة. يعني لا يوجد جهاز في الأعلى؟ لا. بدون جهاز ولا شيء يا أخوان. لي يشبكونه في العيون مباشرة، صب ماء نقي. وين رشيد؟ ما شاء يا الله. أخوان ما شاء الله تبارك الله، جبال. إحنا في جبال الأطلس، يمكن على ارتفاع 3000 أو 3500 قدم، ولا زال في جبال مرتفعة توصل إلى 4000. رشيد أنت هنا بينهم. أنا نعيش هنا يا أخوان ثلوج لا تنتهي ما شاء الله على مد البصر. خليني أوريكم، خليني أوريهم. شوفوا يا أخوان، شوفوا ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله، في قلب الثلوج لا تنتهي. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. رشيد خذ لي فيديو. هذا يا أخوان من خلفي المكان اللي فيه رشيد، في قلب الجبال. طبيعة لا يوجد شيء حرفيا، شجر وثلج فقط وجبال. هناك في أعلى الجبال، أعلى هذا الجبل يقطن رشيد. على هذا المكان فيه نحن علو 3747 متر، يعني تقريبا 3747 متر، وفوق 4000 متر في جبال الأطلس. هات خلينا نروح، أنا متحمس. وريني المنزل، أبغى أشوفه بعيوني. يلا أبغى أشوف خربوشة موجودة؟ أي خربوشة في المنزل. يلا. باع الثلج كيف؟ اهبط. اوه والله، انا الثلج. يا ساتر. يا الله، يا لطيف. شايفين ارتفاع الثلج؟ والله في ملابسك. ساتر يا اخوان. شوف الثلج كيف هنا. لا اله الا الله. يا الله. واو. يهزنا الثلج لأنه ما زال ما ذاب. لا ما ذاب، لو ذاب لأن البرد قاسي يمكن الشو عليه. كان رطب سخون تدخل داخل. ما شاء الله يا المشهد. هنا عوساني. يا الله. نمشي وتشي. يا الله. واحد مغامرة هنايا زوينة. يا الله. أزيد. بسم الله. إذا طحتي. رشيد ستسقط. والله. شوف وين راح رشيد، يبي يطيحني. والله روح أكمل. اوه اختفى رشيد. وين اختفى؟ وين؟ واو ما شاء الله. شد على اليمين. ما شاء الله. شد على اليسار. ما شاء الله. ما شاء الله. بسم الله. إذا طحتي. حذاري. هات.
سير مع الطريق هنا تلقوا معلمة غنمشيو مع عندي. يلا يلا. سير مع هذا الأثر. سير مع هذا الأثر. سير. لو ماني لابس الحذاء هذا. هذا من حوادث. شد. اوه شد ضربي شد. اوه شد ضربي شد. يا ساتر. انتبه انتبه. واحد صعبة ما صار. أول أثر ديال الديب. هذا ذيب. الله. هذا هو الأثر ديال الديب. ها فين داز حدا خربوشة. اوف. اثر الذيب يا اخوان، هذا جهة خربوشة. ها هذا أثر ديال جهة الماعز. ماعز العزيز عليك. طيب ما يكون اكلها؟ ما يكون اكل خربوشة؟ لا اكيد باذن الله ان شاء الله ان شاء الله. لأن خربوشة تغلب الديب. والله. وخربوش يحامي على خربوشة. والله. لا لا صدقا صدقا صدقا، لو اتى الذيب ياكلها. ياكلها. اوه ياكلها خربوش. وهذا اثر الذيب في المنطقة نفسها. خربوشة هناك ورا الجبل. لا اله الا الله. رشيد، كيف تعرف بانه ذيب ليس كلب؟ اثر صغير. عنده اثر صغير. الذئب اصغر من الكلب. عنده الاثر صغير، اما الكلب كيكون عنده اثر كبير. الفرق. شوفوا الفرق. شوفوا الفرق. يقول لك الذئب بهذا الشكل. كيكون الاثر ديالو صغير. الكلب كبير. يا الله. قايل لكم هذا الرجل ثري وغني بالمعلومات، وراح نستفيد منه كثير. اخوان غرست. غرست يا رشيد. اوه شوف العمق. توكلنا على الله توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم تمشي برقة يعني، لو تدعس زيادة. زيد معاد الاثر ديال البهايم. حمار. هذا حمار. ها؟ يدوزوا من هنا. ما شاء الله. يجيبوا العلف الخرابيش. كيف عرفت انه حمار؟ لانه يغص تحت. شوف هو الاثر ديال يدوز من هنا، يجيب خربوش يجيب لهم العلف. العلف. ما شاء الله ما شاء الله. يجيب العلف. شوف المشهد يا لطيف. ثلج هنا، ثلج لا هنا. علاش؟ والريح يدي الثلج الى هذا الاتجاه ويجمعه هنا. اقول لك. وهنا يكون على شكل الشمس. اوكي. ويذوب بسرعة وقت. ممتاز. ليش ما في ثلج هنا؟ لان الريح كذا، فيهبط الثلج للاسفل. في نفس الوقت تيجي الشمس يكون هنا الثلج خفيف، فمباشرة على طول يذوب الثلج. لهذا السبب هذه المنطقة تشوف الثلج بسيط فيها. يا سبحانك يا رب. يا الله شوف اشكال الاشجار رائعة جدا. سبحانك يا ربي. النفس هنا، النفس اصعب. رشيد ابو الخرابيش متعود معتاد، فما يفرق معه ويوفر الطاقة. أنا لاحظت أنه يوفر الطاقة، يمشي برتم. رشيد، نحن في وسط الثلوج ولكني أشعر بالحرارة. لماذا؟ لأن مع طارق جيتي مع طارق وفترة طريق وأنت سخنت. والله حر يا أخوان. لأنها جينا على أقدامنا 1 كيلومتر. مجهود كبير بذلناه من السيارة إلى هنا 1 كيلومتر على طريق تقريبا يا أخوان، أكثر من ساعة وإحنا نمشي وسط هذه الثلوج. وهي الدار ديال خربوش. هذه هي. اللهم لك الحمد. وصلنا يا أخوان، وصلنا أخيرا. يا رشيد شفتك في تجربة جميلة جدا، تعمر الشاي الأتاي بالثلج. وأنا أبغى أعيش التجربة هذه معك. تعيش معي التجربة؟ والله مرحبا. لكن اصبر، أنا اللي راح أعمر الثلج. بسم الله.
انت تعمر ثلج. انا عمرت. عمر. يلا بسم الله. الطريقه كيف؟ الطريقة ما تحب أن تسير كما شاهدت معي في فيديو. لازم أحيد أول شيء الأوساخ. سير هاكك مزيان كذا كذا. بعدنا الأوساخ هي من فوق الهواء الريح. وناخذ من الأسفل. بسم الله. أوه ما شاء الله. أوه بسم الله. بسم الله. صافي. اللي تحب. واحدة أخيرة. وهذه على رشيد. لا البرد توكلنا على الله. سير بلاتي نديروا ليها هذه. هذا الشاي. نعم. هذا اتاي والسكر. خلي بسم الله. خلينا نديروا ليه واحد الحركة زوينة. ماذا ستضع؟ نضع الشاي. الشاي. نضع في بسم الله. البريق براد. ونضع السكر. يلا توكل على الله. ونضع السكر. اوه كل هذا السكر. الدنيا حارة حلوش بالحياة. يا لطيف يا اخوان، انا اكتشفت ان اهل المنطقة هذه يعشقون السكر شكل ما تتخيلون. كل يوقف السكر تصير مشكلة أزمة. يعني اشوف السم والبارد يساعدكم في النشاط. ايه يساعد في النشاط. والله يحطون سكر في الاتاي وفي القهوة وفي اي شيء. صار في يدوب. دابا الثلج يدوب وينزل اتاي وينزل السكر ينزل ويدوب ونعمر اتاي. والله فاهمك. توكلنا على الله. فاهمني؟ فاهمك والله. بس سير. خلينا اقرب هذه اوريهم. بلاتي شوفوا. ها شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوف السكر كيف اكثر من الثلج ما شاء الله. يلا توكلنا على الله. وهذه ووووو. ها تبغى حرب يا رشيد؟ حرب الثلج. يلا العافية. هذا هو البراد يا رشيد. البراد هذا جبتيه. العافية. حطوا فوق العافية يطيب. بسم الله توكلنا على الله على طول. على طول. الان حيدوا هذا البراد القديم. راه صبر معنا. خصو يشد التقاعد هذايا. خصو يتقاعد هذاك. هنا صافي. هنا هذا ننزلوا ندفعوا الخشب يطيب. طيب الخشب باش يطيب براد. طيب الله يطيب فالك. باش يطيب براد. الله يطيب فالك ومالك. دابا نتسناو ونشربوا اتاي. الله. وغنطيبوا بيض. والزيت بلديه والخبز بلدي. اوه بيض بلدي. اوه شيء. ونطيبوا الزيت بلديه مع الخبز بلدي. احلى وجبه. والماء طبيعي. يا سلام. وبناكل هنا في الغرفه هذه الجميله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله خربوش. ما شاء الله ما شاء الله. وصلنا عند خربوش وخربوشه. خرج الماعز. نعم عادي. اوه ما شاء الله. خربوشه. هش لأنه لا يعرفك. يخاف مني. يخاف منك. هنا يا الله. هنا يا اخوان منزل الخرابيش، منزل الماعز. بسم الله. شوف الدجاج ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. زين شويه تحتي هنا. ما شاء الله. اوه وحل مع الثلج. لا اله الا الله. ما شاء الله
ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هنا الطبلة ديال الخربوش وخربوش. ما شاء الله. هنا ندير لهم. اوه ما شاء الله، ما شاء الله. زيد ما شاء الله. لأن هذا صغار هذا يأكلوا طعام الكبار. ما شاء الله. الدجاج. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذا خربوش، مستقبل خربوش جديد. هذا أخو خربوش وخربوشة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله. هنا ينام الدجاج. ينام على هذا. وأين يبيض الدجاج؟ يبيض في الهي. مشان نشوف وين يبيض الدجاج. بسم الله، بسم الله. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. الآن تجمع البيض؟ ندي البيض باش ما يتهرسوش. نجمع بيض. اوه وهذا بيض أيضا؟ هذا بيض. ما شاء الله. على أساس باش ما يهرسوه. تضعون البيض في الأعلى؟ من نجي ونجمعه كامل. بعدين تجون غدة؟ العشية. كل وقت نجمعه. نجيب السلة. ما شاء الله. ونجمعه. شوفوا ما شاء الله عليهم. والله الماعز هذا رهيب. تعال تعال. حب اللعب هذا يا اخوان، ما شاء الله تبارك الله، المكان اللي نشوف فيه الدجاج يبيض ونشوف فيه الخرابيش. الخرابيش يخربشوا. هذا خربوش صغير مستقبل جديد. وش ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. خربوش بالخرابيش. ما شاء الله. مشكلة الثلج يهبط للأسفل. فهم؟ يأكلوا. الحمد لله. بسم الله. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء 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 الله. وصلنا عند خربوش وخربوشة. خرج الماعز. عاد. اوه ما شاء الله. خربوشة. هش. لأنه لا يعرفك. يخاف مني. هنا. يا الله. هنا يا اخوان منزل الخرابيش، منزل الماعز. بسم الله. شوف الدجاج ما شاء الله تبارك الله. بسم الله، بسم الله. زيد شوية. ما شاء الله. اوه وحل. مع الثلج. لا إله إلا الله. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هنا الطبلة ديال الخربوش وخربوش. ما شاء الله. هنا ندير لهم. اوه ما شاء الله، ما شاء الله. زيد ما شاء الله. لأن هذا صغار يأكلوا طعام الكبار. ما شاء الله. الدجاج. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. هذا خربوش، مستقبل خربوشة جديد. هذا أخو خربوش وخربوشة. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله. هنا ينام الدجاج. ينام على هذا. وأين يبيض الدجاج؟ يبيض في الهي. مشان نشوف وين يبيض الدجاج. بسم الله، بسم الله. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. الآن تجمع البيض؟ ندي البيض باش ما يتهرسوش. نجمع بيض. اوه وهذا بيض أيضا؟ هذا بيض. ما شاء الله. على أساس باش ما يهرسوه. تضعون البيض في الأعلى؟ من نجي ونجمعه كامل. بعدين تجون غدة؟ العشية. كل وقت نجمعه. نجيب السلة. ما شاء الله. ونجمعه. شوفوا ما شاء الله عليهم. والله الماعز هذا رهيب. تعال. حب اللعب هذا يا اخوان، ما شاء الله تبارك الله، المكان اللي نشوف فيه الدجاج يبيض ونشوف فيه الخرابيش. الخرابيش يخربشوا. هذا خربوش صغير مستقبل جديد. وش ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. خربوش بالخرابيش. ما شاء الله. مشكلة الثلج يهبط للأسفل. فهم؟ يأكلوا. الحمد لله. بسم الله. بسم الله. بسم الله على بركة الله. بسم الله والطاجين طاب. ما شاء الله، ما شاء الله، ما شاء الله. والطاجين طاب السي خالد. ما شاء الله. كل يوم تتحفنا بوجبة. اليوم وش؟ اليوم طاجين. طاجين. بسم الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله. طاجين طاب. ما شاء الله تبارك الله. طاب على شكل الجمر. العافية. الجمر. يعني قصدك طبختوه بالجمر؟ بالجمر بالعافية. بالعافية يطبخون. المشكلة لا تقولوا لا ماشي لا بالنار. 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 بسم الله. أنت اللي أنا أرفع قبعة. على بركة. لا ما شاء الله تبارك الله.
هذا مو طاجين؟ هذا طاجين. ما شاء الله، اكيد نعمه وخير من عند الله. لكن انا اشوفك في الفيديوهات تحط عليه جوج بيضات، وين البيضات؟ جوج بيضات ما جبتهمش هنا، ما درتهمش. ليش؟ ما عرفت واش تحب يكونوا فيه جوج بيضات ولا لا. والله انا يعني هذا اللي اشوفه في الفيديو. ليش هذا ليش بدون؟ ما عرفت واش تحب واش تاكل معاه جوج بيضات ولا لا، داكشي علاش ما درتش ليه جوج بيضات. نعمه بدون جوج بيضات، نعمه. بس عرفني وش هو الطاجين، عباره عن ايش؟ تفضل عرف الناس. طاجين ب هذا شويه بطاطا واللحم. بطاطا ولحم. بطاطا واللحم لتحت، اول لتحت. ابدا باللي فوق. طيب ابدا باللي فوق، يعني اشرح اللي فوق بعدين روح لتحت. ايش الاشياء اللي فوق؟ اللحم هو الاهم، هو اللحم كاين. اشرح هذه الاشياء اللي فوق عشان افهم. انا ابغى اتعرف على الثقافه المغربيه. هو بطاطا معروف. هو بطاطا ديال البلاد، وكذلك خزو جزر. خزو ايش؟ الجزر. جزر. الجزر. جزر. يلا. الجزر. ايوه. وايش غيره؟ خليه هو عم ادريس، لا تغشش وتكفى. انا ابغاه يعرف بالثقافه المغربيه لانه هو يعني كل يوم يصور طاجين. وريني يلا ما شاء الله، ابغى اتعرف منه يعني. هو ما شاء الله لا تغششه. وهذا شويه جنبله. ايش؟ جنبله. جنبله. شكل بحال الفول، بحال الفول جنبله. اللي هو يسموها بازلا. تسمى شنو تسموه؟ بازلا. صح يا عمي؟ ما عرفت من جات هالبازلا. هي بس كديروا به هذيك بيصار. بالضبط. كمل. مزيان في البرد مره دفي. اسمه تخسيت. لا تعلموه. ايش هو التخسيت؟ تخسيت الكرعه. والله غششك عم ادريس. طيب ماشي مشكل. وش ثاني؟ وشويه ديال الفلفل، فلفله هاي قلناها. وشويه اللفت وريتني اياه بس والله ما فهمت وش هو اللفت. داير بحال شكل بطاطا، تشوفها بس بحال شكل بطاطا، ولكن تذوقها فيها الفرق. حلوه. دينافي والله ما اعرفها. دينافي لا، هذا اتوقع ما نستخدمه عندنا. دينافي. اسبانيوليا. ايش بالاسبانيوليا. اسبانيول. ايوه. سميتها بالاسبانيول. يعني بتقول بكل اللغات الا العربيه. قول لي بالعربيه. انا خلينا نستخدم مع عمي ادريس. وعمي ادريس يعرف جميع اللغات ياك ادريس. يا اخي الميزه شويه فرنسي واسبانيول كان ما شاء الله. ميزه المغربي لما تيجي تقول له بتكلم معك يقول لك اختار اللغه. تبغى اسباني جاهز، تبغى فرنسي جاهز، تبغى عربي جاهز، تبغى امازيغي جاهز، تبغى الدارجه جاهز، تبغى ميكس 3 لغات مع بعض جاهز. فين ما بغيتي كاين معاه. لان المغربي يتعرف على الثقافات المختلفه ويحب يتعرف على الثقافات. اكتشفنا هذا. وشويه مطيشه. ايش مطيشه؟ طماطم. مطيشه هذه عم ادريس تساعدنا باي لغه؟ مطيشه باي لغه؟ اي لغه كان مطيشه. حنا باش تاكل انت طوماط بالدارجه. وي بالدارجه مطيشه. طوماط انا عارف. طوماط. بس مطيشه هذه باي لغه؟ مطيشه دارجه مغربيه. طماطم. هي طماطم والقزبور. قزبور ايش ذا؟ بحال ها هو. شوفوا تعرفوا. ذوقوا وتعرفوا. ادوق لازم اشوف اي واحد هو. هاو ليزيبيس. سميته بالفرنسي؟ اللهم لك الحمد على النعمه. طيب عشان لا يبرد الطاجن. صافي زريتها وجهنا. عشان لا يبرد الطاجن. انا اشوف عشان لا يبرد الطاجن. صافي ما عرفناش سميتها بالفرنسي. المهم القزبور كنقولوا له الربيع.
انا ابغى اسوي معجم لغوي. الربيع تنسميه الربيع صبور. الربيع هذا فصل الربيع. لا كاين ديك العشب ديال الخربوش. ايه الربيع. ربعت الارض. هكاك ديال الرعاو. لكن هذا اذا ربعت الارض نقولوا ليه بحال قلتي تمشي تقدا عند مولا محل تقول لي اعطيني الربيع، غير يعطيك هذا. الربيع يعني اذا ربعت الارض واخرجت النبتات. هذا ذاك الربيع. ممتاز. وفي شتاء ولا ما في هنا؟ شكون؟ هنا في شتاء ولا بس ربيع؟ كيف الشتاء؟ يعني هذا فقط الربيع؟ كله فصل. هذا تاكلونه في الربيع يعني؟ كيفاش فصل؟ الحين هذا مو تقول الا هذه النبتة تطلع في الربيع؟ ايه تطلع في اي. طيب تاكلونه في الشتاء ولا في الربيع؟ تاكله في جميع والنبتة كيف تجيبها؟ إذا ما لا تكون في هذا الوقت، لأن تنزل في الأسواق لا يوجد فيهم الثلج، يكون عندهم الربيع وتقدم من عندهم. توكلنا على الله عشان لا يبرد الطاجن. يبرد أجيب خبز. بسم الله. بسم الله. كول عمي إدريس كول. بسم الله عمي إدريس. زيد يا عمي إدريس. زيد. الطاجين يؤكل بالخبز. وتحياتي لكم أحلى متابعين وأحلى مشاهدين. نشاركوا طعم إن شاء الله. تجي الوقت ونشاركوا طعم إن شاء الله إلى كان لنا في طول العمر إن شاء الله. الله يطول بعمرنا، والحمد لله على النعمة دائما وأبدا، وشكرا على كرم أهل المغرب دائما. ولكن سؤالي كان تؤكل بالخبز أو بالملعقة؟ ناكل باليد. غير هذه ناكل باليد. بالخبز؟ ايه بالخبز. بسم الله. الخبز ناكله بالخبز. بسم الله. الدقيقة شحال في الماتش دابا؟ 65 دقيقة 65. إبراهيم دياز سجل هدف. عن طريق الاتصال نعرف النتائج. استضافنا اليوم عشان نتابع المباراة في منزله مع الأخوة، لأن الشيخ رشيد قال لي هنا أفضل مكان نتابع فيه المباراة، صحيح؟ والحمد لله وصلنا. ما هو السبب؟ السبب ديال ايش؟ لماذا نتابع المباراة هنا في القرية تحديدا؟ لماذا؟ ما فهمت. ليش أتينا إلى هنا؟ أتينا هنا باش نتفرجوا في الماتش. ممتاز. لماذا؟ لأن العم إدريس لديه شاشة تلفزيون. تلفزيون نتفرجوا. لديه شاشة تلفزيون. يعتبر وجود شاشة تلفاز هنا يعني صعب؟ هذه تلفزة الماتش لا يكون في أي تلفزة. هذه تخدم بالإنترنت. تخدم بالإنترنت. وكبيرة أيضا، صحيح؟ هي كبيرة كما تشاهد. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله من أكبر الشاشات هنا في القرية يعني. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله أننا أتينا هنا لمتابعة المباراة مع الإخوة، يعطيكم الصحة. ولكن للأسف يا عم إدريس، أين المباراة؟ الريزو. الإنترنت ضعيف. لذلك قررنا نشرب الأتاي ونستمتع بالحلوى ونتابع النتائج. كيف؟ عن طريق ايش؟ عبر الهاتف. عبر الهاتف بالاتصال. بالاتصال. تتصلون على من؟ على اللي يكونوا في المدينة والأشخاص الآخرين. لأن الريزو يخدم في الهاتف، أما كونيكسيون انترنت شوية عيانة ما خدمش لنا التلفزة. الآن المغرب 1. دقيقة. الشوط الأول تقريبا. الشوط الأول بس. الشوط الأول المفروض بدأ الشوط. الكعبي سجل؟ الكعبي سجل. بس المفروض الشوط الثاني بدأ. المفروض الحين الهدف. دقيقة 27 دخل الهدف. فناخذ المعلومات يعني عن طريق الاتصال، نعرف المعلومات ونعرف كم النتيجة ونشرب من الشاي. إبراهيم دياز. ولا الكعبي؟ لا إبراهيم دياز. تأكدوا. ناخذ ناخذ المعلومة. دقيقة كم ونتيجة كم؟ إبراهيم دياز. صح يا عم إدريس صح. عم إدريس صح. دياز. دقيقة. دقيقة. الدقيقة شحال في الماتش دابا؟ 65 دقيقة 65. إبراهيم دياز سجل هدف. عن طريق الاتصال نعرف النتائج الآن. يلا الله شكرا. يلا الله يتمم. يا رب يفوز. يا رب. يتمنى جوج الزر. جوج عشان العم سعيد. نعم. في قرية السكر. ملك كل سفرة في القرية هذه السكر. جوج الزيرو. مبروك.
سعيد. عم سعيد توقعها صح قبل المباراة وقلنا له لك 10 كيلو سكر لانه يحب السكر. اذا فاز المغرب قهوه بالسكر كثير. ايوه لانه يعمر القهوه بالسكر، فكان في بيننا تحدي. قلنا يا عم سعيد لو جبت النتيجه صح 10 كيلو سكر. الرايه المغربيه والعلم السعودي ما شاء الله تبارك الله. ما زال هذه البدايه ما زال جاب علينا الفرحه. دائما مبروك، الف مبروك. منتخب المغرب رسميا الى نصف النهائي، وكما وعدنا زي ما اتفقنا. رشيد عمرك دخلت الى التيران الى الملعب؟ لا ولا في حياتك؟ لا تيران صغير او كبير لا. ولا نوع من انواع الملاعب؟ لا. عندي طلب، لازم تقول تم. تقول تم؟ تم باذن الله انا ورشيد في نصف النهائي راح نحضر في الملعب مع بعض باذن الله. بسم الله على بركة الله. نلبس الآن ونطلع للخرابيش. نطلعوا عند خربوش وخربوشة. بسم الله على بركة الله. الجرح يا رشيد، الله يعين. عندي جرح هنا. جرح. قد تلبس هذا يا رشيد ضيق، تعبني. يعني يزيد لك. تعبني، يزيد علي، تعبني، ضيق. قطعه. والثلج يدخل بعدين. يتنفس صبع يتنفس. اصبع يتنفس والثلج يتنفس. الثلج برد. تمزح يا يضربوا البرد. رشيد نصيحة ما هي طيبة والله. انت دكتور؟ لا ماشي دكتور. تقول تنفس تقطع بالموس ليش؟ بسم الله. خلاص نلبسه ضيقة. نشوف ان نجيب لك واحد. عندك اكبر؟ شحال رقمك؟ 46. 46. انت كم؟ 39 40. مقاس ولادي يعني؟ ها؟ يعني مقاسك طيب. صغير طيب. يعني ولدي ان شاء الله اذا جبته بيلبس حذاك. 11 عنده في عمره 11 عام. مقاس ولد اختي الصغير. لا تنجيب لك واحد صباط جدي. هات. جدة؟ جدي. جدك الله يرحمه؟ الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. يجي مقاسي؟ يقدر. تا هو عنده ما شاء الله الله يرحمه، عنده رجل كبير ما شاء الله. الله يرحمه ويغفر له، الله يرحمه ويغفر له، ويرحم المسلمين والمسلمات. هات البس. شيل المنزل. يا رشيد هذا حق جدك؟ يكون شويه كبير، هذا اللي كبير فيه هنا. اي بس رشيد هذا ما يدخل في الثلج. ها؟ هذا ما يدخل في الثلج، لو دخل في الثلج ما نمشيوش في ثلج بزاف كذا ما يمشي. ها؟ ما يمشي وسط الثلج. شوف بعدا واش شحال رقمه، واش يجيك مزيان. كم رقمه؟ 45. 45 و 44. مقاسين مختلفة. ما عرفت، ما فهمت. هذا 44 فيها 44 و 45. 44 و 45 بجوج. مختلفة. ماشي مختلفة لا. وحدة. واحد 44 واحد 45. لا واحد. ها هو العبار كيف. ها العبار كيف. طب أنا ما يجيش. البسوا لا نتمشوا في فوق الثلج، نتمشوا على الوادي، على الاثار خرابيش لا يكون فيهم الثلج. ممتاز والله. بس ممتاز.
ممتازة زوين. زوين والله، بس هذا أصغر يمكن. هذا 44 45 ممتاز. الآخر ممتاز. زوين مليح حسن. مليح. خلاص. دابا نمشي وادي ونلعبوا الكرة مع الخرابيش. دابا نمشي وادي من تحت. تحب واد وتحب نطلعوا في لا جبال. طلوع لا، جبال ما ينفع. هذا ما ينفع. ما ينفع في الثلج، ما ينفع إلا الوادي. نمشيو في الواد في الماء. خلاص نغير الطريق. نغير الطريق. نتمشوا في الواد في جانب الماء لا يكون الثلج. ما شاء الله شكله جميل كلاسيكي. هذا زوين، هذا تلعب فيه كرة تجريبي. هو دائما هذا يقول لك أنا معك دائما. لا في كرة اللاعب الجامع اللي حبيتي تدير به. لا بس هذا ما يلعب كرة، هذا يلعب. لا. رحمك الله. الحمد لله، الله يرحم جدك ويغفر له. امين. والله الجميع طيب. اللي ميتين الله يعاون اللي حي. والله طيب. انا ناضي. هذا 45، هذا 46. هذا واسع كويس، هذا ضيق. زوين. يمكن علاش رقمه صغير وهو حجمه كبير، فاش يستعمله الجد الله يرحمه في العمل. في العمل يزاد في ممكن كبر وسع. مع العمل. وزاد في الوسع، يزاد في الحجم. لا ممتاز. ناضي قوي. صافي حسن. نردوا هذو الى امكانهم. خليهم معانا فوق، اذا احتجناهم نلبسهم. سير ديهم معاكم. خربوشة وخربوش، أعز معزين وأشهر معزين في المغرب أجمع. ما شاء الله. خربوش وخربوشة. هذا خربوش، هذا خربوشة. ما شاء الله ما شاء الله على الخرابيش، ما شاء الله على الخرابيش، ما شاء الله. ما شاء الله عليهم. خربوشة. انهضي قومي بالهروب. اهربي. انه الخربوش. هذا خربوش جديد. خربوش من الخرابيش الجديدة. خربوش قادم بإذن الله. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل يوم لازم نعدي على العيون. الماء. وش نسوي؟ نشرب. نعم. نغسل. والله بسم الله. ونشرب. في معلومة مهمة، الجو بارد صح، لكن لما نمشي مسافة طويلة 1 كيلو نوصل هنا يكون جسمنا حار سخون. ما ينفع نشرب ماء بارد كثير. لا ما تشربش الماء لأنه سخون. بس ما اشرب زيادة، بس شوي. خلي غير فمك بس سخون. بس شوية. شوية. خصك تبقى يكون بارد عاد اشرب، لأنه تكون سخون والماء بارد ينكسرك. ايش؟ يضرك. ينكسرك. ينكسرك ايش معناه؟ ماشي صحي تكون سخون وتشرب الماء، ماشي صحي. مش صحي. تكون بردان واشرب ماء إلى عطشان. ينكسرك بين قوسين مش صحي. ما نشرب زيادة. بس أنا وين القنينة؟ قنينة وين؟ خلينا الفوق. نصيحة رشيد لكم عشان ما ينكسرك الماء، لا تشرب من الماء البارد كثير بعد ما تمشي مسافة طويلة. بسم الله توكلنا على الله. رشيد قال لي تعال بشكل عاجل، ابغاك تحت عند الدجاج. الله يستر. او عند الماعز، والله ما ادري دجاج ولا ماعز، بس قال لي تعال بسرعة. يلا جايك رشيد. رشيد يبغى مساعدة مني، وش يبغى ما ادري. بسم الله. وصلنا. رشيد. اي زين. خير. درت الدجاج العلف الشعير والنخالة. حلو ما شاء الله. ياكلون. هذا عندي واحد فروج ما بغاش يجي. ليه؟ لأنه فروج آخر يضربه. وينه؟ هو برا ما بغاش يدخل. هذا ما يقدر يدخل. ما يقدر. أنا وجبت له حقه إلى برا. فروج وش يعني فروج؟ هذا فروج. هذه غلبوه كافروج. تقصد ديك؟
ديك يلا. غربوه شفت لي حقه باش ياكل تو. لان فروج عندنا في السعوديه اسم وجبه في مطعم اسمه الطازج. هو دابا هو غيجي ما يجي. زيد الحين انا ندير ليه ماكله. غربوه. طب دخله داخل. لان يضربه فروج اخر ديك. وما يخليه. ما يخليه ياكل لان يضربوه. كم ديك عندكم؟ 4. 4. حقروه يضربوه. طب شيله دخله. لما يخاف منه. والله. يخاف. اي واحد اللي القوي وينه؟ المسيطر وينه؟ هذا رقيق ولكن يضربوه. هذا. هو هذاك غليظ وهذا رقيق ولكن يضربوه. القوة في القلب. ولو القوة في السرعة. السرعة. تشوفوا رقيق تحقر ولكن يضرب. ما شاء الله تبارك الله. هذا ايش ياكلون؟ ايش نوع الاكل؟ هذا درت لهم شوية في هذه الحسيرة. اي. درت لهم النخالة والشعير. نخالة وشعير. هو يضربوا يعرقوها. تطبخها انت طبخها؟ هذا طبخ سخون. تطبخها في النار في العافية. يعني نطبخها في القلة ونزيد لها ونخلطها مع النخالة هي. وتحط لهم نخالة عشان يطلعون بيض. النخالة والسخون والشعير يطلعوا بيض. والحلبة يعني تكون معها الحلبة تسخنهم تحط لهم يبيضوا في الليل ولا في العشاء والصباح. مرتين في اليوم. ان شاء الله اذا سخر الله. الحين في بيض في شيء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اول عشوشهم. ما شاء الله. هاي بنحطوا. ما شاء الله. مع دابا الارض بازقه يوسخوا البيض. ما شاء الله. حدا. بيضه واحده يلا حطوها. ما شاء الله. مازال السخونه. ما شاء الله. درت لهم هذه العجله قديمه لقيتها في التحت. او بيض العش هنا يدخل هنا دجاجه تبيض. تقرق. ما شاء الله. تغرق تكلم هنا تحط بيض. ما شاء الله تبارك الله. هنا مازال ما هاني خاوي. الحمد لله. ما شاء الله خير ونعمه من عند الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. نخليهم دابا ياكلوا على خاطرهم. مرتين في اليوم البيض. اذا سخر الله اذا سخر الله ومرات مره واحده. مره واحده. ديك مازال ياكل ديك. عافيه. شتي خاصنا الماضي بحال هكا نديروا ليه هكا ملي تيكون كثره ديال الماء. حلو. هكا ملي تتكون قطره لا تريد تحبس من القطرات تقطر على خربوش بحال هكا نجيو ليه فاس هكا لا تحب تحبس كنخبشو هكا. انا حنا فوق الدار. فوق الدار. فوق الدار ديال الخرابيش خربوش. لماذا تفعل هكذا؟ مازال قاصح به. لماذا تكسر؟ جمد. ليش تكسره؟ على قطره باش نحبسوا القطره. كذا الماء تدخل تحت. تدخل تحت. لا تحب تحبس لأن تقطر على خربوش لا يتخلى علي النوم. بس أنت إذا ضربت يدخل الماء. لا. لا نخبشو. تخبشو. شد هذا. أيوه. صافي خبشتو دابا. غتحبس قطرة. هاكا نحبسوا القطرات على شكل هاك. هكذا لا يدخل ماء. إلى أين يذهب؟ يذهب إلى الدواز. من هناك يسقط. يذهب إلى الدواز يسقط بها. هاك. أعطيني خربوش غالي علي ولن أسمح بأي قطرة ماء تدخل إلى الأسفل. بشر. كذا وأذهب إلى الخلف. سأفعل هكذا من أجل الخرابيش. من أجل الخرابيش باش ما يلزقوش بالليل ينوموا بالراحة. أبشر والله خربوش يستاهل. خالد يا مرحبا. مرحبا يا حبيبي الله يبارك فيك. هذا قلت لي العلاج. العلاج ديال البرد والعلاج ديال هذا هو. ما شاء الله تبارك. انا احسبك بتعطيني علاج يعني حبات اكلها. دواء. لا هو العلاج. هذا الدواء. ما شاء الله. هذا وش هو؟
ماذا تسمى هذه الوجبة؟ هذا كسكس. كسكسو. سكسو. كسكسو ولا كسكس كسكسي؟ ديال القمح. قمح. من القلب ديال القمح. كله من البلاد. من المزرعة. واللحم ماشي هذا القديد. ما شاء الله ما شاء الله. هذا القديد. ما شاء الله. القديم. القديد. كرداس. قديد كرداس. كرداس. قديد كرداس ايش يعني؟ قديد كرداس هو اللحم. من اللحم داروا ليه الملحة. ما شاء الله. الملحة وخلوه نشره في الشمس ورجع كرداس القديد. الله يبارك فيك. انت يعني انت في الشرح. لا كرداس اول كرداس. اي اذا فتحناه ماذا يوجد في الداخل؟ نفتحوه. ماذا يوجد يعني؟ يوجد طرف من شوي ديال الرية وشوي الشحمة وشوي يعني هو زي مغلق يعني. مغلق يكون فيها القديد. هذا طريقة القديد يجيب اللحم وشوية هذا ما عرفتش سميته شي حوايج بالضبط. المهم معليش. هذه المصارين هذه مصارين ويجمعوا ويديروا لها الملحة وينشروها في الشمس وترجع تولي قديد. ممتاز. طيب الآن هذا الكسكسي نقول بسم الله. كل بسم الله. يؤكل بالملعقة يؤكل. كل بالمعلقة وكل. لا الكسكسي في المغرب تاكلونه كيف؟ ناكله باليد. باليد. زي الكبسة عندنا. ناكله باليد. مثل الكبسة في السعودية. مثل المندي. شنو هو المندي؟ الكبسة والمندي يعني الرز مع اللحم عندنا في السعودية. احنا ناكله باليد. تأكله باليد. نعم. الكسكسي نفسه يؤكل باليد. باليد. الكسكسي تأكل باليد. ما أحسن. تأكل باليد. باليد أحسن. أريد أن أكل بالطريقة التقليدية. نغسل يدنا عشان ناكل صراحة. مرحبا. يلا بسم الله. فيديو ثاني. فيديو هذا طويل صح؟ هاك تغسل. بسم الله. بسم الله. بسم الله على بركة الله. ما شاء الله تبارك الله. خلاص أقرب بالكاميرا أصور هذا الكرداس. بسم الله. هذا هو ما شاء الله تبارك الله. هذا هو الكرداس. لحم الكرداس يعني كسكسي بلحم الكرداس. كرداس. ليس كسكسي مثل الذي أكلته في الرباط أنا. لا هذا ما تلقاهش في الرباط ما يدورش. يلا هذه المصارين. بسم الله. بسم الله. خلونا نشوف كيف يتم. هذا مصارين كرداس. ما شاء الله. ما شاء الله. يلا بسم الله. نشوفون فين الموس نقطعوها بالسكين. ماذا نسميوها موس نقطعوها. حلو. شوف نشرح لك الكرداس. ما شاء الله. أريد أن أشاهده. سآتي هنا جنبك. والكرداس بسم الله. يكون فيها الشحمة والرية شوي ديال شي حوايج اخرين. المهم هذا باخور ولا هذا نسميه باخور ولا دوق. بسم الله. بسم الله. دوق وتعرف هذا. بسم الله وعلى بركة الله. بسم الله. تاكلها تعرف كلشي. نقول بسم الله. بسم الله ضروري. بسم الله وبسم الله بسم الله على الاخر والحمد لله. أديرها كذا. غير كله. هذه الكرشة. كرشة. هذا اسمها هذه هذا كرشة. كرشة الخربوشة. كرشة الخربوشة. بسم الله على بركة الله. باليد باليد. بسم الله. بسم الله على بركة الله. الكسكسي باليد. لا الكرداس. الكرداس يتأكل باليد. بسم الله. قالك الصحراء. ما شاء الله تبارك الله. كي جاك؟ ناضي. واعر. ناضي. صافي ناضي. ها أخرى. لا نفسها. أنا أكملها. هذه بركاني. أكملها هذه. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. الكسكسي بالكرداس. كرداس. جميل ما شاء الله. ما شاء الله. هذه وجبة مفضلة لديك
هذا بطاطا. اكيد بطاطا، ليش بيكون؟ هذا بطاطا، هذا خيزو وداك الشيء الاخر. بطاطا ما شاء الله تبارك الله. بطاطا ديال البلاد حلوه جميله. ديال بدون طبيعيه، بدون داك الشيء ديالها. ما شاء الله تبارك الله. هذا الدفى والله العلاج. تاكل هذا تحيد هذا. حيد بديت بالحراره انا احس. تاكل لانه سخون. حيد حر من الكسكسي ما شاء الله. يسخن الكريشه و ترمي السلهام. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. رائع. هذا غير اللي اكلته في الرباط، كسكسي اخر مختلف. اليوم يا خالد نجبدوا العواد لان تقاضى العواد، تقاضوا العواد اللي جمعت تقاضى. خاصنا نجبدوا دابا شويه عواد باش نشعلوا الفران. بسم الله بسم الله، نساعدك يا رشيد. ساعدنا. بسم الله. ها بسم الله. هذا الفران. هذا نخليوه لهيه ينشف على شكل العافيه باش نديروه بالليل بالقصدير. الله في العافيه. وهذا اليوم هادو ديال نديروهم في الفران نطيبوا خبز. يا الله يا الله. الأعمال الشاقة اليوم مع رشيد. لا إله إلا الله. ثلج بارد واعر. يلا نرميه ونشعلوا نزيدوا العافيه باش نطيبوا. يلا بسم الله. هذه العافية في المغرب، عافية السعودية مختلفة. العافية في المغرب النار. بسم الله. أزيد للداخل. زيد للداخل. بسم الله. باش ينشفوا، باش نديروهم في الجنب باش ينشفوا لأن بازقين. لأنه فيهم ثلج. نحطهم على جنب عشان بازقين. في الجنب ينشفوا ونزيدهم. يزيد. ماذا تصنعون من هذا النار؟ النار هذا لأنه يسخن. يسخن هذه حجرة. وهنا هذه العافية يرجع إلى الجنب هنا. حلو. وهذا الحجرة تسخن ونطيب عليها خبز. هذا الحجر اللي تصنعون منه الخبز يطيب عليه خبز. نعم. بعد ما يصير حار تاخذون الخارج. نطيبه. كيف تاخذون الخارج؟ كاين هذاك من اللوح فيه خبز. نديروا خبز لأن خلينا الخبز يخمر. نديروا خبز هنا ونحطه على فوق حجرة ويطيب. الله ويطيب. الله. نتسناو دابا خبز يخمر. وصلنا إلى عند الماء نشربوا الماء. أحلى ماء الجبل. خرج من القلب الجبال. الله. من القلب طبيعة. الله. شوف اسمع الصوت. صوت يطرب الراس. تكون مجعز، تكون هموم، تكون مريض، تشرب وتنام هذا قريب اليوم وتسمع هذا الصوت تنسى همك. والله العظيم. وتنسى مرضك. الله يشافي اللي مريض. والله العظيم لو اني ما جيت من السعودية الى المغرب وتعبت هذا التعب ومشيت وسط الجبال ووصلت الى هنا بالسيارة يمكن 4 ساعات وسط الجبل، على اقدامي ساعة حتى نوصل هنا. تعب شديد، سيارة كفر بنشر، ولكن والله العظيم انها تسوى اني اجي واجلس هذه الجلسة واشرب من الماء الصافي النقي. اشرب. بسم الله. بارد ما شاء الله تبارك الله. يفيق. هذا علاج. والماء بارد صحة على بشرة الوجه. نعم علاج. هذا علاج يا اخوان. بسم الله وعلى بركة الله. تجربة مياه الجبال. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. اشرب. عالم آخر. دابا ما بقاش صالحة للشرب. لأنها دابا يذوب الثلج
يذوب الثلج ويجي معهم التراب أو مشطوب، لأن اللون يتغير. اوكي. دابا لا أو ما دابا نقيد. يعني عندنا أو ما دازو دابا الفترات من التراب. فهمت عليك. شرب؟ يعني مو في اي وقت اشرب. صافي شربت نزيدو؟ ازيد واحدة اثنين. زين. شكرا يا رشيد. مرحبا. لو ادفع المال من اجل التجربة لن اجدها. لا تجدها، لأنها خاصك تخسر عليها وقت. أما تشريها تلقاها ما تلقاهاش. الحمد لله. خاصك تجي لي أو تخسر الوقت وتتعب، ولكن تشرب ترتاح. الحمد لله. خلاص انا ابغى انام هنا. انعس على الثلج. تحياتي لكم احلى متابعين واحلى مشاهدين.